السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتى البنت في الصف وقال لك بعد ما ضربتها أنا ما كنتش أقصد، أنا كنت بأدبها. اعترف المتهم بقتل ابنته في إحدى قرى الصف أمام رجال المباحث أنه لم يقصد قتلها بل كان يؤدبها عقب استيلائها على مبلغ مالي دون علمه. أضاف المتهم أنه اعتدى عليها بالضرب حتى فوجئ أنها فقدت وعيها وفشل في إنقاذها، مؤكدا أمام رجال المباحث أن هدفه لم يكن إنهاء حياتها. واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الضحية، حيث تبين أن المتهم استمر في تعذيبها حتى فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها. ونظرت جهات التحقيق جثة المجني عليها وتبين وجود عدة إصابات بها، كما قررت تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل فتاة تعرضت لاعتداء على يد والدها بإحدى قرى الصف. وكشفت تحريات رجال مباحث أن والد الضحية عذبها حتى الموت بعد أن حصلت على مبلغ 5000 جنيه دون علمه للإنفاق عليها وعلى الأسرة. ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. أشكركم، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.